الو، مساء الخير يا فندم، اهلا بيكي، اتفضلي. معاكي مستر ايمن تدرس. مستر، بنتي بتذاكر وهي حاطه السماعات في ودانها، وبابا حاسه ان هي مش مركزه اصلا في اللي هي بتذاكره، ولما اكلمها بتطنشني وبتقول لي انها بتذاكر. اعمل ايه في المشكله دي؟ حاطه السماعات في ودانها؟ طب ما اكيد بتسمع موسيقى او بتسمع اغاني. جدال عظيم عظيم بين الاهالي والطلبه. يا بابا انا هذاكر وهركز، يا ماما سيبيني انا بعرف اذاكر وانا بسمع موسيقى في وداني. الكلام ده نقاش لن ينتهي. انا عندي اقتراح بقى حلو قوي. اقعدي مع ابنك او اقعد مع بنتك او اقعدي مع بنتك، قولي لها ايه رايك نجرب ذاكري نص ساعه من غير سماعات وذاكري نص ساعه وانت بتسمعي موسيقى، وشوفي ادائك شكله ايه. انا متاكد ان هم هيقتنعوا. لما يشتغلوا نص ساعه من غير سماعات هيحسوا ان هم ركزوا اكتر، بالذات لو هم اصحاب مسؤوليه يعني مسؤولين. انما لو هم بيتدلعوا فانت خد قرار نهائي من غير نقاش، شيل السماعات. انما لو هم بيناقشوا للنقاش الحقيقي، هم فعلا ريسبونسبل، هم مسؤولين عن نفسهم، فاقول له جرب نص ساعه من غير سماعات ونص ساعه بسماعات، وشوف النتيجه ايه، وهتلاقي النتيجه اكيد في صالح اللي من غير سماعات.